وحدات المكونة ليه عن طريق بديك فرصة تشغل على اكس 2 إلى جانب العلاقات التي تربط بين هذه الوحدات التي اشتغلتك. شفت انت رحت تعبر عن وضع الفرد الاجتماعي غير القائم وغير العارضة. رجالة تانية ثانوي، أهلا بيكم في ملخص جديد عن البناء الاجتماعي. ازاي تبني مجتمع؟ يقول لك يا لهوي تبدأ بالتعريف. يلا نبدأ بالتعريف. تعريف يقول لك كل مركب من ايه؟ يقول لك من جماعات، ودي هيجي لها ملخص اللي بعد الجاي. لا اللي جاي مش هتقل عليك، مش هنزل لك فيديو حل في النص، هنزل لك الملخص على طول. وبين نظم، ودي بقى بعد الحل الصراحه، يعني معلش نبقى واضحين، بس برضه في الترم ده جماعات ونظم تعمل ميكس بينهم يبقوا بناء. حلو البناء ده. ايه مكوناته؟ قال لك يا ده في انساق كتير مترابطه متفاعله بتخش مع بعض كده. يعني ايه نسق؟ شلاليه، اطباء مهندسين ها كل ده بيتفاعل مع بعض، مدرسين بيتفاعلوا مع بعض. ده المجتمع بيتبني من هنا. حلو والله حوار المجتمع بيتبني ده. طب ايه خصائص البناء ده؟ يقول لك بص، مبدئيا كده قلنا لك كل حاجته داخله في بعض وما بيتشافش، بيستدل على وجوده. يعني لو في نظام على جماعه مثلا طلبه هتلاقيهم لابسين هدومهم واقفين كده، تقول دي مدرسه. عرفت منين ان دي مدرسه؟ من هدوم اللبس بتاع المدرسه، الناس لابسه كده. مثلا لقيت نضاره وقميص اسود، ده ابراهيم عرفته، ده يوتيوب، ما بيروحش الشغل كده. دي حاجه ودي حاجه. يقول لك كمان مستقر وثابت نسبيا، غالبا ما بيتغيرش، بيحافظ على استمراريه. بس الاستمرار هنا مش استاتيكي ثابت كده، لا يعني بيمشي الدنيا، داينامي، ممكن يتغير برضه شويه. امشي مع الكلمه، لان الاسئله هنا بتسال عن التكامل، كمان الاستدلال بنعرف ولا لا، الثبات والتغير. ركز مع الكلمات دي. طب انا بدرس الكلام ده ليه؟ يقول لك يا لهوي ده هيعرفك نقاط القوه في المجتمع فتقدر تقويها، ونقاط الضعف فتقدر تتجنبها. كمان هتقدر توجه مجهوداتك لاهدافك فتبقى تحقق تنميه، تبقى راجل رايق كده. وكمان يا صاحبي هتعرفك المجتمع كان شكله ايه، وبالتالي تعرف تحل مشكلاته. والحته دي مهمه قوي، وعشان كده هسالك سؤال مهم. تعرف تفرق لي بين الوظيفتين بتوع علم الاجتماع وتقول لي اهميه دراسه علم الاجتماع؟ افتكر كده يلا في الكومنتات. توكل يا بطل. بص بقى، يجي بعد كده يكلمك عن حته اساسيه، امتحانات وش، المكانه والدور. المكانه نوعين والدور. المكانه هي الوضع بتاعك بين افراد المجتمع، مركزك ايه، انت مين يا، زي مركز الاب في البيت مثلا، مركز المدرس في المدرسه، وهكذا. دي اسمها مكانه. ودي نوعين، مكانه موروثه بتجيلك من غير اجتهاد، ما تعبتلهاش، ومكانه محصله او مكتسبه تعبت عشان توصل لها. دي ما تعبتش، دي تعبت. طب ايه الدور بقى؟ قال لك دي السلوكيات اللي انا بعملها طبقا لمكانتي. يعني مثلا انت معاك مكنه صيني غير معاك ريس. بلاش افيهات، احنا نسكت احسن. رجاله تانية ثانوي، اهلا بيكم وفيديو جديد. النهارده هنحل على درس البناء الاجتماعي، فيلا بينا نركز. هتقول لي انا مش باصص لك ليه؟ بصراحه مش طايقك يا اخي، مش طايقك، زعلان منك. ايه يا اخي الكسل اللي انت فيه ده؟ يعني ليه يا ابن عمي انت ماشي تانية ثانوي بقفاك؟ ليه كطالب تانية ثانوي الحياه عندك اصل هبقى شد في ثالثه؟ نعم يا صاحبي، انت بالشكل ده هتشد في ثالثه، مش هينفع اللي انت بتعمله في نفسك ده. ما تشد حيلك يا اسطى، مش اسلوب. لازم يكون في نظام عشان يطبق يمشي على الجماعه، فنبقى بنتكلم عن بناء اجتماعي. ارجع للملخصات، في لينكين تحت، لينك حل، لينك ملخصات، ارجع اللي انت عايزه. ركز. بيقول لك بقى يا عم الحاج، السؤال الاولاني ان الجامعات الكبيره بتحتفظ لعده اجيال بكيانها وهيكلها العام وتقسيمها، بتفضل زي ما هي بتحتفظ، يبقى ثابته. ثابت. السؤال الثاني بيقول لك البناء الاجتماعي، يا سلام، ليس بناء فيزيقي، يعني هو بناء عرفي بيستدل عليه، يعني هو ما بيتشافش. السؤال الثالث يعرفه فلان انه نسق اجتماعي يتميز بدرجه معينه من الثبات والاستقرار،
ويتألف من جماعات ورموز مثل العشائر والأمم. انا قريت السؤال ليه؟ بيقول لك ده تعريف ايه؟ ما تعريف ايه في درس البناء؟ بالله عليك ده دي اسئله دي. يعني بحل درس البناء تقول لي ده تعريف ايه؟ موقع الفرد داخل المجتمع وفقا لنسبه. جات لي لوحدها عالطبطاب ما تعبتش فيها يا غراب. سؤال 5 علينا. سؤال 5 بيقول لك مصطلح في علم الاجتماع يتعامل مع موقع الفرد على نطاق كبير في مجتمعه وفي طبقته اللي بينتمي ليها. ما دي مكانه. ما كان منه. سؤال 6 المواقف وطرق التفكير اللي من المتوقع ان يتبناها شخص. تصرفاته لو هتركز. السؤال 7 يستطيع الانسان ان يظفر. ان يظفر بها عن طريق التعليم. يعني هو بيجتهد عشان يوصل لها. دي مكانه مكتسبه دي ولا ايه؟ السؤال اللي بعديه. السؤال اللي قبليه. السؤال النهائي. السؤال الثامن بيقول لك يستطيع علماء الاجتماع عن طريق متابعه وملاحظه البناء من خلال العلاقات اللي بتمارس بداخله وتكوين مجموعه من المؤشرات اللي بتساعدهم في تكوين حكمه عامه على هذه العلاقات. طبعا اللي بيركزوا بس فاهمين احنا بنعمل ايه، انما انت لو ما بتركزش هقول لك اكتب لي يعني ايه بناء اجتماعي تحت في الكومنتات، ويا ريت وانت بتكتب يعني ايه بناء اجتماعي اكتب لي خصائصه كمان. السؤال التاسع ساهم البناء الاجتماعي في القاء الضوء على الموارد الطبيعيه والبشريه وكيفيه استخدامها واستغلالها لتحقيق الاكتفاء الذاتي والمساهمه بيحط خطه. السؤال العاشر البناء الاجتماعي يتضمن نظم رئيسيه فهو مرتبط بالسلوك الانساني او بالظواهر اللي بتتاثر بالسلوك سؤال 11 ذهب قال لك باستطاعتنا التعرف عليه من خلال الكشف عن التفاعلات الناس بتتعامل مع بعض ازاي يبقى بناء اجتماعي. سؤال 12 يصعب تحديد مفهوم واضح للبناء الاجتماعي نظرا لسعة المفهوم وشموليته فهو يجتمع او يجمع بين الوحدات المكونة ليه عن طريق بديك فرصة تشغل على X2 الى جانب العلاقات التي تربط بين هذه الوحدات التي اشتغلتك. شفت انت رحت غيرت النظام سحبتك كده. فهنا صاحبي بالتالي بيتكلم عن انه متشابك الاجزاء، ده داخل في ده داخل في ده داخل في ده. للي مش فاهم احنا بنحل ازاي بيبقى في جمل كده بس يعني لو انت تركز. سؤال 13 كل ده سؤال، كل ده سؤال انت جاوبت كل ده. نظرا لما سببته العشوائيات من مشكلات تفاقمت وتزايدت بشكل ملحوظ لفترات طويله كانتشار القمامه والقبح في شكل المباني والطرق، حيث انتشرت في المجتمع المصري وفقا للتقديرات الرسميه بنحو 40% من مساحه العمران في البلاد. فاقبلت الدوله على الحد من هذه المشكله وحددت الخطوات اللي بتقول لك نعمل ايه مع الموضوع. يبقى استثمار المعلومات عشان ننمي ونحسن الدوله. ودي سؤال 14 بيقول لك ذهب مونتسيكو في كتاب روح القوانين إلى أن كل مظاهر الحياة الاجتماعية تؤلف وحدة متماسكة منسجمة رغم ما بينها من تفاوت واختلاف. كلها منسجمة متماسكة تبقى تكاملية، واحدة ليك وواحدة ليا. السؤال 15 بيقول لك أشار بعض علماء الاجتماع إنها عبارة عن عدة رتب اجتماعية. رتب مكانة. فرق لي في الكومنتات بين المكانة الموروثة والمكانة المحصلة المكتسبة والمكانة الهوندا الصيني التقليد بتاعها. سؤال 16 تعبر عن وضع الفرد الاجتماعي غير القائم وغير العارضة على القدرات الخاصة أو المهارات أو الجهود اللي بيبذلها الفرد. مكانة
مكانة حلاقة. سؤال 17 بيقول لك أثناء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة العامة للدولة وجد إن مؤشر القروض أعلى من مؤشر الاستثمار، فبدأوا يحطوا خطة. سؤال 18 يمكن التعبير عنه بأنه ما يسلكه الفرد من تصرفات وأفعال تتفق مع ما لديه من مهارات للوفاء باحتياجات. فرق لي في الكومنتات بين الدور الاجتماعي والدور التاني. سؤال 19 بيقول لك تقوم المؤسسات الاجتماعية بين الحين والآخر بالتقييم الذاتي للمؤسسة لمعرفة فرص نجاحها. فرص نجاحها. ماشي، يبقى هو هنا بيكشف عن عناصر القوة والضعف. هينفع تنجح ولا مش هينفع؟ سؤال 20 هي ما يحققه الفرد نتيجة للمثابرة وامتلاك المعرفة والمهارة والقدرة والموهبة. ارسلها لي يا ماجد. معلش اندمجت شوية، يعني رجعت بالزمن كده شوية نوستالجيا، فدي مكانة مكتسبة طبعا. ثابت. سؤال 21 قال لك ان البناء الاجتماعي يتمتع بدرجه معينه من التواجد عبر الزمن، الامر اللي يشير الى ديموميه الجماعه الاجتماعيه والانسانيه لها كيان مستقل بصرف النظر عن التغيرات اللي بتحدث لها في البناء. يعني هي كده كده مكمله. سؤال 22 بيقول لك اقام احد المستثمرين مشروع عملاق للطاقه الشمسيه وقد كان يدير العمل بنفسه لحد ما تعرض لازمه مرضيه ابنه مسك الشغل. سؤال 23 شكل منظم لسلوك الأطباء داخل المستشفيات يحدد وظيفتهم والضوابط التابعة ليهم. هو هيعمل إيه؟ سؤال 24 يحتل الفرد في ضوء مركز يبقى مكانه. يحتل الفرد في القيم دي مركز يبقى مكانه. سؤال 25 بيقول هربرت سبنسر، وده اللي اتكلم بقى على، ولا مالكش دعوة، اتشالت من منهج تالتة، التوافق. صح، ما انت هتاخدها الترم التاني. لا، هتاخدها الترم الاول. لا، هتاخدها الحصة الجاية. صح، بس هم شالوا لك حتت فيها كده. يلا، الاتجاهات والقيم اتشالت. الاتجاهات والقيم، يا عيني، يا للحزن. لا الحصة الجاية ولا الترم الأول ولا الترم التاني. معلش نوستالجيا، بس نوستالجيا. الواحد مش حزين خالص. أنا حزين؟ مش حزين. حزين وجمعة. شبه هربرت سبنسر المجتمع بالكائن الحي من حيث ان الكائن الحي يتكون من عدة أجزاء مختلفة وكل واحد فيهم ليه دوره. يبقى احنا ده بناء اجتماعي. احنا لسه مفرقين في الكومنتات، ولو ما فرقتش في الكومنتات فانا هسألك عشان تفرق في الكومنتات بين أوجست كونت وابن خلدون. سؤال 26 منزلة تلازم الفرد وقد تتأثر. بتلازم الفرد دايما معاه وقد تتأثر بعوامل منها العمر. دي مكانة. وخلي بالك انها تلازم الفرد يبقى اتولد بيها، يبقى دي مكانة موروثة. 27 مجموعة المهام اللي بيقوم بأدائها الشخص في مجتمعه، ولكن لكل إنسان العديد من المهام اللي مهام شاهين. سؤال 28 التحق أحد الأطباء بالعمل في مستشفى خاصة، وبعد فترة تم تعيينه رئيس للقسم. الراجل ده اجتهد أوي، مكانة مكتسبة. سؤال 29 الإطار الاجتماعي العام اللي بيندرج تحته كافة أوجه السلوك. الحاجة الأساسية بناء اجتماعي. هناك علاقات اجتماعية أخرى سياسية تتم من خلال أنساق بتخش في بعض يبقى تكاملية. سؤال 31 بعض الأفراد داخل المؤسسات المجتمعية يتبعون سياسة الارتجال. زي ما تيجي من غير خطة. يعني ده بيناقض إيه؟ ارتجال عكس الخطة. طبعا احنا بنحل بسرعة. ليه بنحل بسرعة؟ عشان احنا بنقول حاجات معينة تسهل علينا الحل. طب بناخد بالنا يعني
سؤال 32. ذهب ريتشارد إلى أن البناء الاجتماعي عبارة عن مجموعة من الروابط اللي تقوم طبعا الصوت مش بايظ ولا حاجة، بس أنا مكسر أقرأ. سؤال 33. فوز فريق كرة السلة في نهائي كأس العالم نتيجة لجهود اتحاد الكورة والسيد الرئيس راعي الرياضة في مصر وتشجيع اللاعبين وكل ده نتيجة الحاجات ديت، فبما ان اذا استدلال. سؤال 34. قام الباحثون بتصنيفها اقتصاديا على اساس طبيعة المهنة او الوظيفة او ده مركز او احد المراتب اللي بيحصل عليها الفرد وتتحقق اول ما يتولد عند مولده. سؤال 36. انتوا حليتوا كل السؤال ده؟ انتوا مجتهدين. يقوم الباحثون بشكل دوري بمتابعه المؤسسات للتعرف على ما يواجه الافراد من معضلات كمتابعه الانشطه الرياضيه وما يظهر فيها من تعصب من قبل المشجعين والمنتمين لهذه المؤسسه الرياضيه وتسجيل اثارها على الفرد والمجتمع كاحداث الفتن والانشغال عن القضايا الاساسيه للامه. فهنا احنا بنتكلم عن بنعرف عشان نعمل ده استثمار معلومات. يعني انت لو بتركز يعني. سؤال 37. اعتبر علماء الاجتماع ان البناء الاجتماعي ما شاء الله شبكه معقده بتكمل بعض. سؤال 38. مجموعه من الوحدات اللي بيشارك فيها الافراد كله بيعمل بناء اجتماعي. غياب التنسيق يتعارض. شوف اصل غياب التنسيق دي جت في دماغي حاجه واحده بس، مفيش خطه. سؤال 40. شهدت انجلترا احتفالات تاريخيه بمناسبه اليوبيل البلاتيني لوجود الملكه اليزابيث اللي ماتت. فالملكه اليزابيث دي اتولدت ملكه ما اجتهدتش. هناك تعاون قائم. تعاون يبقى تكامل. سؤال 42 بقى بيقول لك ايه؟ لا تقل لمن ولدت ولكن كل من انا. الله. اهم حاجه اللي انت عملته، اللي انا عملته يبقى مكتسبه. فرق لي بقى تحت في الكومنتات يا صاحبي بين دوركايم وابن خلدون. مش فرقت بين ابن خلدون وكنت فرق لي بين دول كمان، وقول لي الوظيفتين بتوع علم الاجتماع. جاوب ولا بطل سرقة كومنتات ولا ثانية انا يا ابني خليك هنا بقى ما تتعبنيش. شهدت ثورة سعد زغلول ضد الاحتلال اتحاد الشعب المصري واتحاد الهلال مع الصليب والاتحاد السكندري. وإن المسلمين والأقباط شعب واحد كلنا في بعض، يبقى نسيج متشابك يا صاحبي كلها عارفة بعضيها. اللاعب العالمي مو صلاح كان الكابتن بتاعك في الفانتازي اكيد في وقت من الاوقات لو انت بتلعب فانتازي، فقال لك مو صلاح كان من عائله بسيطه وبفضل مجهوداته وصل للعالميه. الواد ده عالمي، الواد ده مو صلاح الكينج المصري. شوف بقى جابها على الشمال كده ياه ويوزع. الدراجي دايما يخرم لك ودانك في جوان صلاح دي والله. سؤال 45 قال لك قامت احدى الشركات باستبدال نظم الاداره عندها وتحويلها الى رغم انها اشتغلت بيها كتير بتتغير يبقى ديناميه متغيره. سؤال 46. استطاع الدكتور مجدي يعقوب ان يحصل على جوائز عالميه ومصريه بجانب التقدير وحب الناس، فطبعا الراجل اجتهد عشان ياخد الكلام ده، تبقى دي مكانه مكتسبه. وانتهت رحلتنا في كوكب زمردة. اشوفكم على خير. كان معكم مستر ابراهيم ابو بكر، ودي قناه ابره على اليوتيوب. باي يا زميلي.